أخيرا طبعا بعد الجدل اللي حصل وانقسام الناس ما بين مؤيد ومعارض لقانون الإيجار القديم، خلاص الموضوع بقى أمر واقع واتفصل في موضوع الإيجار القديم وتم إلغاء الإيجارات القديمة. والناس بتسأل على التحديثات اللي حصلت والناس هتمشي ازاي، وهيتم انفصال الرابطة ما بين المستأجر والمؤجر ازاي. النهارده هقول لك في خطوات سريعة أهم حاجات اتعدلت في قانون الإيجار الجديد. رقم واحد، إن القانون اتلغى ما بين الإيجار السكني والمحلات التجارية للأشخاص العاديين. رقم اتنين، ودي اللي تهمني اللي بتسأل عنها الناس، إن حدد مدة 7 سنين عشان ينفصل العقد ما بين المؤجر والمستأجر. ده بالنسبة للشقق السكنية، يعني عندك وقت كافي 7 سنين إن أنت يعني تدور على مكان تاني أو توفر لأسرتك وليك مكان تاني، فمعاك 7 سنين. طب بالنسبة للمحلات التجارية اداك سماح لمدة 5 سنين. طب القيمة الإيجارية هتتحسب ازاي؟ وهنمشي طول فترة ال5 سنين وال7 سنين دول ازاي؟ مبدئيا هتبقى فيه إيجار 250 جنيه معممة لحد ما تطلع لجنة تقسم الأماكن لأماكن مميزة وأماكن متوسطة وأماكن معدمة زي العشوائيات. فالإيجار في الأماكن المميزة هيزيد 20 ضعف عن ما كان عليه، وفي الأماكن المتوسطة هيزيد 20 ضعف، وفي الأماكن العادية وفي المحلات التجارية هيزيد 5 أضعاف القيمة الإيجارية اللي أنت بتدفعها. لحد ما تبدأ اللجنة دي عملها وهتستمر مثلا لمدة 3 شهور، ولو ما انجزتش هيمدوا 3 شهور تاني. أنت بتدفع قيمة إيجارية ثابتة 250 جنيه ابتداء من عمل القانون. طيب بعد ما تحددت القيمة الإيجارية وطلعت مثلا 1000 جنيه وأنت كنت بتدفع 250 جنيه، الفرق ده هتبدأ تدفعه أنت على أقساط للمؤجر لحد ما تنتهي العلاقة الإيجارية بينك ما بين نفسك. ولكن اللي بيشغلني في القانون إن أي مكان مقفول دلوقتي هيسحب، مش هيستنى لا 7 سنين ولا 5 سنين. والمؤجر من حقه إنه يثبت، لو قدر يثبت إن المحل ده أو الشقة دي مسكونة وبإيجار قديم وديها أكتر من سنة مقفولة، هينفصل العقد ما بين المؤجر والمستأجر في نفس اللحظة اللي هيثبت فيها المؤجر الموضوع ده. فالنهارده الناس اللي كانت بتستأجر شقق وتسيبها مركونة بالسنين، لا ما عادش موجود الكلام ده. اللي هيبقى مقافل شقته لو ما لحقتش تفتحها، لو قدر يثبت المؤجر انك قافلها اكتر من سنة، هيسحب منك الشقة او المحل وهتنفصل العلاقة الإيجارية بينك وبينه. ودي كانت احدث النقاط اللي اتناقش فيها القانون، وانفيدكم بالتعديلات الجديدة بإذن الله، وانتظرونا في فيديو جديد ومعلومات